أغلبيتنا بنفكّر تقريبًا بنفس الطريقة كل سَنة في رمضان. ما تيجوا نشرب حاجة. كل سَنة في رمضان بنفتكر نصلّي، بنفتكر نصوم، بنفتكر نزكّي، نقرا قرآن، نقرّب من ربنا. رمضان السَنة اللي فاتت واللي قبلها بالذات كنت قريت حاجة أنا حسّيتها غيّرت لي حياتي فيه وسمعتها كمان من ناس، غيّرت لي حياتي مش بس في رمضان، هي كمان برّه رمضان، هي the power of intention، قوة النية. ودي حاجة بسيطة جدًا، بس هي مش بسيطة تمامًا، لإن النية أو الintention مش كلمة بس بتتقال، النية عبارة عن طريق، النية بتبقى اتجاه، النية بتبقى بوابة من البوابات بالنسبة لي للتغيير الحقيقي. النية بالنسبة لي مش اللي هو أنا عايزة أعمل وخلاص، أو إن أنا نيتي إن أنا أعمل وخلاص، لأ، النية بتبقى طاقة بتحرك قلبي ونفسي وروحي وعقلي. لما قلبي بيكون واضح، طريقي بيكون واضح، حتى لو الدنيا اللي حواليا مش مفهومة. وقتها بدأت أفهم قد إيه النية بتكون فعلا أول طريق للتغيير، أول خطوة للتغيير في الطريق. وبدأت أحس إن فعلا الخطوة اللي باخدها من غير نية بتبقى عبارة عن شكل وفعل من غير روح. تعالوا أقول لكم حاجة بسيطة ريليتد بالعلم ورا النية. في علم الأعصاب بيقول إن تحديد الانتنشن أو النية بوعي بأويرنس بينشط جزء في المخ اسمه البري فرونتال كورتكس. ده بيبقى مسؤول عن التخطيط والتركيز والفهم والتدبير واتخاذ القرار. لما بقى بنيجي نحدد النية، في نظام تاني اسمه ال RAS، ده اتكلمنا عنه في حلقة من الحلقات، لو فاكرينها اكتبوها في الكومنتس تحت، اللي هو ال Reticular Activating System. السيستم ده بيبدأ يلاحظ كل حاجة بتدعم هدفك ويبتدي يفلتر التشويش. يعني مثلا لما اقول انا ناويه ان انا اكون اهدى، انا ناويه ان انا اكون اقرب من ربنا، انا ناويه ان انا احب نفسي، المخ بيبتدي يدور على كل الفرص اللي بتبدا تساعدني ان انا اعمل كده فعلا. اي هوب ان رمضان السنه دي ما يبقاش بس تغيير روحي، يبقى برضو تغيير عصبي. في عندنا فرق ما بين الجول، الهدف، والانتنشن، النيه. الجول، الهدف بتاعي بيساوي النتيجه اللي انا عايزاها، انا عايزه اوصل للحاجه الفلانيه، ده هدفي، دي النتيجه اللي انا عايزه اوصل لها، عايزه اختم القران، عايزه اخس، عايزه انجح في حاجه. لكن الانتنشن بتبقى النيه او الاحساس ورا الهدف ده. يعني انا عايزه اخس، ليه؟ نيتي ايه من ناحيه ان انا عايزه اخس؟ انا عايزه مثلا احس ان انا صحيه اكتر، عايزه احس ان انا خفيفه اكتر. نيتي بايه؟ ان انا عايزه اختم القران ده، عايزه احس ان انا قربت من ربنا، عايزه احس بقيمه في حاجه معينه. الاهداف بتبقى دايما من بره، ولكن النيه والانتنشن بتبقى من جوه. لما بقى وقتها قريت واتعلمت وسمعت عن موضوع النية، بدأت أعمل حاجات معينة تساعدني أحدد نيتي، سبيشالي في رمضان وفي كل رمضان، عشان بحس إن كل رمضان حياتي بتتغير، شخصيتي بتتغير، فأكيد أهدافي ونيتي بيتغير. فطبعا أول حاجة بعملها إن أنا بكتبها، مش بستنى لحد أول يوم رمضان إن أنا أكتب، أنا بكتبها من الأول. أنا ببقى عندي نية إن أنا عايزة في رمضان ده أعمل 1 2 3 4. فطبعا هنبتدي بالكتابة، ومش عايزة، علشان ساعات بحس ان احنا في بداية رمضان او قبل رمضان اللي هو انا عايزة اعمل واعمل. I think من وجهة نظري الشخصية والمهنية، ستيك ل3 حاجات مهمين جدا، هم بجد genuinely هيأثروا وهيفرقوا في حياتكم جدا. ستيك ليهم، ودولت اللي اشتغلوا عليهم اكتر حاجة، لان ال3 حاجات دولت مش هيخليكم تتشتتوا، هيخلوا ان في حاجات واضحة، هيساعدوكم ان انتوا تبقوا الأهداف بتاعتكم واضحة ونيتكم أحسن، تعرفوا تشتغلوا عليها بتركيز، ودي حاجة مهمة جدا جدا، مش إن أنا عندي هدف وخلاص عايزة أشتغل وخلاص. تاني حاجة، قولوها بصوت عالي، بقولها لصوت عالي بنفسي قبل ما أقولها حتى لحد، بسمع نفسي زي ما بسمع قلبي. ثالث حاجة، ودي من الحاجات اللي هتفرق جدا، إن إحنا نربطها بفعل صغير يومي ديلي. المفروض نعمل فعل صغير قوي ريليتد بال3 أهداف أو هدف من ال3 أهداف اللي احنا كتبناهم في الأول، ودي حاجة هتفرق معنا جدا، لأن النية بناخد معاها أو وراها خطوة وبعدها بتبقى عادة. وإن أنا أقولها بصوت عالي دي مش إن أنا أروح أبتدي أقول أنا عايزة أعمل وهعمل لأ، أنا بصراحة أكتر شخص بروح أقول له نيتي من نفسي هي مامتي، دي اللي بحب أشارك معاها الحاجات دي أكتر. ولكن أنا رأيي إن إحنا نخلي النية دي جوانا ونخليها بيننا وبين ربنا، لأن الحاجات الروحانية والعصبية والحاجات دي مش مستاهلة قوي إن إحنا نقول هنعمل وهنسوي وي، ولكن أنا ممكن أقدر إن أنا أشارككم حاجة علشان تستفادوا بيها. آخر حاجة عايزة أقولها، أنا عارفة إن أنا اتكلمت على آخر عمرة عملتها كتير تقريبا دي تاني مرة أتكلم عن العمرة اللي أنا عملتها، ولكن بجد يمكن عشان دي العمرة كانت التيرنينج بوينت بتاعتي في حياتي، فحاسة إن أنا عايزة أوصل مشاعري اللي أنا حاساها من ناحية آخر عمرة عملتها للناس اللي حواليا. ولكن أنا فاكرة إن أنا عملت الموضوع ده برضو لما رحت
العمرة أنا كنت رحت 3 أيام بس، وكنت قلت لنفسي أنا نيتي في العمرة دي أنا هعمل 1 2 3. فبالتالي أنا ما شتتش نفسي. أنا أولا أنا كنت عايزة أختم القرآن، عايزة أطلع صدقة ليا عمتي ولبابايا لو ما كنتش قدرت أعمل عمرة. يعني أنا كنت حاطة في البلان إن أنا أعمل لهم عمرة بس أنا ما قدرتش، وكنت عايزة أعمل حاجتين كمان وعملتهم كلهم. دي حاجة من الحاجات اللي بسطاني جدا، عملتهم كلهم وما تشتتش بقى بكل حاجة. شلتها من حساباتي، جت ما جتش خلاص. زي الشوبينج مثلا ما كانتش في نيتي، فجت قشطه في الاخر تمام. زي الاكل تمام، كنت باكل بروتين، كنت عايشه على بروتين بارز تقريبا، ولكن انا كنت عندي اهداف معينه واهداف صغيره جدا وربطتها ان ده السيستم بتاعي. فالحمد لله العمره بتاعتي نجحت. النيه في رمضان غيرت ان جنرال طريق صيامي، طريقه تفكيري، طريقه تعبي، طريقه حبي لنفسي. رمضان كريم عليكم. رمضان ده انتوا نفسكم تعملوا ايه وتحققوا ايه. اشوفكم الحلقه الجايه. ما تيجوا نشرب حاجه.